جيبي الفطوري تاعك وراح نديرو أبان تحلية راح ديري بها حارة في رمضان إن شاء الله. نبداو بصوص كراميل. في كسرونة نديرو نص كاس سكر، نديرو فوق النار هادية، نخلوه حتى يذوب، يولي معنا كراميل. من بعديك نزيدولو نص ملعقة كبيرة تاع منقارين ونخلطوه فوق النار. وفي كاس حليب تزيدو مغرف تاع نشا، تخلطوه مليح وتفرغوه على الكراميل. بهذه الطريقة تخلطوه حتى يتجانس فوق النار. والكراميل راه واجد، خلوه يبرد. حطيته بجهة وجبت نفس الكسرونة بلا ما نغسلها، درت فيها كاس حليب. انا الكاس تاعي كبير، نتوما اذا استعملتوا الكاس صغير ديروا 2 كيسان حليب، وزيدوا له علبة تاع فلون فاني وملعقة كبيرة تاع مايزينا. خليت الثمر تاعي يطيب فوق النار، وراح جبت الكاطون درتو في الحليب بهذه الطريقة، ودرت الطبقة الأولى. نايا بعد ما طاب الفلون تاعي نجي نقص شوية، بس نص كاس هكداك، ونحطو بجهة، ونفرغ الفلون اللي بقى لي في المول بهذه الطريقة، ومن بعد نحطو في الثلاجة يبرد. نجيبو هذاك الفلون اللي بردنا اللي خليناه من قبل، نزيدولو 3 مغارف تاع كريم شانتي و 3 مغارف تاع الماء، ومن بعد نطلع كريم شانتي تاعنا مليح. نجي نديرها الطبقة الثالثة. نجيبو حبة بنان نقطعوها إلى شرائح، ومن بعديك نستوهم بهذه الطريقة. من بعديك نجي نفرغو عليه الكراميل اللي خليناه يبرد. لازم يكون بارد باش ما يذوبش الشانتي تاعنا، وهذا ما كان، ونخلوه يبرد شوية ونقدموه بارد. صدقوني البنات هذه التحلية بزاف بنينة. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، نتمنى انكم تجربوها.